السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا قناتي وقناتكم بساطه مع حياه سكينه. كما كتشوفوا ان شاء الله يا ربي حنا مقدمين على شهر رمضان. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي لينا ولجميع المسلمين. كما كتعرفوا السلو اولا الزميطه اللي معروفه عندنا في المغرب ان شاء الله ضروري تكون على الطبله المغربيه. كما كتشوفوا اليوم ما شاء الله انا غنشارك معكم الطريقه ديالي اللي كنصايب، كتجي زوينه كتجي معلكه. غنبدا ان شاء الله معكم المقادير. هنا عندي 2 كيلو ديال الطحين كما كتشوفوا، عندي راه حمرته مزيان، وعندي هنايا كيلو ديال الزنجلان حتى هو راني نقيته وغسلته وحمرته، وعندي هنايا اللوز، عندي نص كيلو د اللوز حتى هو قشرته سلقته في درت الماء طايب مزيان، وديك الساعه خويته عليه وحيدت القشره، وديك الساعه قليته في الزيت. عندي هنايا كاوكاو حتى هو كيلو ديال الكاوكاو حتى هو حمرته وقشرته. عندي هنايا نص كيلو ديال السكر كلاصي على حسب هذيك الساعه، على حسب الحلاوه اي واحد اللي باغي. عندي هنايا القرفه، هنا عندي 2 معالق. عندي هنا مليحه نديرو منها غير شويه، والكوزه والمسكه الحره. وعندي هنا 3 دراهم ديال النافع، وعندي 3 دراهم ديال حبه حلاوه. هادو هما المقادير اخوتي اللي كندير انا في الزميطه ديالي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. انا دابا غنبدا نطحن معكم شويه بشويه، شي غنطحنو وشي لا. المهم انا كيعجبني بقى شويه مقرمش، بقى شويه في هذيك التقرميشه في السلو، ما يجيش كلشي مطحون كامل. المهم يبقى شويه داك المقادير.
انا خوتي من ساليت الطحين ما بغيتش نهضر بيناتي، نتوما عارفين مع الصداع د الماكينه راني طحنت كلشي دابا كما كتشوفوا معايا، راه طحنت كلشي ما طحنتوش مزيان. المهم راه طحنتهم الزنجلان خليت النص طحنته النص خليته، كاوكاو طحنته يعني هرمشته، واللوز راه النص طحنته النص خليته صحيح رميته هكذا، والنافع والاخرين طحنتهم مزيان وغربلتهم. ودابا درت جوج معالق ديال القرفه، ونزيد سكر كلاصي. سكر كلاصي غنزيد وبقى ندوق شويه بشويه. نغربلوه باش ما يبقالناش محبب. كتجي زوينه معلكه. اللي كتعجبو نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه اللي درت. درت شويه السكر كلاصي، نبقاو نزيدو حتى نحركوها مزيان نخلطها مزيان. ديك الساعه نبقى ندوق، لقيتها في الحلاوه هي هذيك صافي كتنقص راه غنزيد شويه. دابا نخلطوها مزيان. نخلطو مزيان هاد النواشف مع ندمجو مزيان هاد المكونات. عاد نزيد لهم الزبده والزيت. اللي كيبغي يدير الزبده كاين اللي ما كيبغيش، غير الزبده كتعطيها هي اللي كتعطي ديك التعليكه كتجمعها. خوتي راني رجعت حيدتو من القصعه ورجعتو في البانيو، حيت البانيو هو اللي غيصلح ليا نخلط فيه باش ما يتهرق لي الزيت من الجناب. نتوما كما كتشوفوا راني خلطته مزيان. عاد نديرو الزبده، انا غنديرو الزبده دابا. نرجعو نحركوها مزيان، نزيدو عاد الزيت. عاد تبعوا الطريقه هذه اللي قلت لكم راه كتجي مزيانه. واللي ما فهم شي حاجه يكتبها لي في التعاليق ونعاود نوضح ليه، ماشي مشكل. خلطوا مزيان، تخلطوا المكونات كامل مع بعضياتهم. اللي كيبغي الزيت يدير الزبده، او اللي كيبغي الزبده يديرها، اللي ما كيبغيش يدير غير الزيت يكتفي بالزيت. هي الزبده كتعلقها، كتجي معلكه شويه ما كتبقاش شاحته، وكتبقى على حسب الشخص شنو كيبغي، واش كيبغيها شاحته ولا كيبغيها معلقه. الزيت هنا راه الزيت غليتها مزيان، خليتها حتى بردات باش نجمع بها. دابا شويه بشويه الزيت شويه بشويه وبقى نخلط مزيان. نخلطو
انا عطيتكم المقادير غير ديال كيلو واللي بغى يضاعف المكونات يضاعفهم. على حسب الذوق د بنادم، بغى يدير معاه شويه د العسل يدير شويه د العسل. المهم انا كنعطيكم الطريقه ديالي اللي كندير، هذه هي طريقتي اللي كندير في السفوف. كنبقاو نزيدو الزيت شويه بشويه حتى كتجمع لينا. كتبغي دليك باش هاد المكونات كاملين يتجمعوا مع بعضياتهم. زيد شويه د الزيت. مع الكوع مزيان تبقى تدلك مزيان. انا خوتي هنايا راه عجنتها مزيان، عجنتها مزيان حتى تعلكات. ها كتجي بحال هكذايا معلكه. هنا درت سخنت، نسيت ما قلتلكمش، هنا راه يطرو ونص. سخنت في هاد الكاسرونه هادي يطرو ونص، ها اللي شاطلي منها. كما قلت لكم بقى تزيدوا شويه بشويه، ملي تبقاو تخلطوا زيدوا شويه بشويه حتى تعلك ليكم. والزبده ربعه صغيره. دابا راني عجنتها مزيان. هي كتبغي تدليك باش هاد المكونات كاملين يتجمعوا مع بعضياتهم. دابا ان شاء الله نوريوها لكم التفصيل ديال غنصايبها ونوريها لكم كيفاش كتجي. نهاية الفيديو ديالنا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف ديالي اولا الزميطه. نتمنى يعجبكم، راه كتجي بنينه وزوينه وفي نفس الوقت راه مقويه، فيها غير مكونات زوينين. نتمنى تعجبكم خوتي. الا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوناش من الاشتراك واللايك، واللي دخل عندنا شي واحد جديد يدير حتى هو ابوني باش يوصلوا اي حاجه جديده درناها. خوتي هذا هو الشكل النهائي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم.